السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم عاملين ايه؟ في هذا الفيديو ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكلم عن محتوى كتاب الجمهورية ان شاء الله سبحانه وتعالى، ويا رب نكون شفنا الهدية اللي نازلة عندك مع الكتاب. نازل معاه قوانين المنهج كلها بالكامل، ورق الجورنال عندك زي الفل زي الفل. كل القوانين ان شاء الله سبحانه وتعالى انت محتاجها جوه المنهج بتاعك، متقسمه من شابتر 1 لغايه شابتر 8. في ظهر هذا البوستر هتلاقي في عندك هنا اكتيفيشن كود. لو انت بره نوار اكاديمي وعاوز تبقى تتابع حل كل الفيديوز بتاعه الجمهوريه ان شاء الله سبحانه وتعالى، هتخش عندك بالاكتيفيشن كود دوت على نوار اكاديمي وتقدر تتابع حل فيديوهات كتاب الجمهوريه ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، ايه محتوى الكتاب؟ الكتاب ولله الحمد طبعا موجود فيه اسئله على مستوى عالي جدا جدا جدا، وافكار حلوه جدا جدا، وان شاء الله هتلاقي فيه اختلاف بينها وبين الكتب الخارجيه، بس هي فيها تنظيم واختيار وانتقاء لانواع الاسئله اللي موجوده لحضرتك. دايما جوه عندك الكتاب جوه كل تشابتر، يعني مثلا هستعرض مثلا شابتر 8 مثلا، هتلاقي فيه شوية أسئلة اختياري موجودة عند حضرتك. وبعد ما نخلص عندك الأسئلة بتاعت اللي تشوزز، طبعا كم الأسئلة الموجودة على الشابترز في الإلكتريستي مختلف عن المودرز، يعني مودرن بيبقى كم الأسئلة أقل، إلكتريستي كم الأسئلة أكبر، ولكن إحنا مش بنبص على الكم قد ما بنبص على نوع الأسئلة، الكواليتي بتاعت الكويستشن، نوع السؤال اللي الطالب يشوفه دلوقتي في أيام اللي قبل الامتحان. طيب، بعد ما نخلص اسئله الام سي كيو في كل تشابتر، هتبقى عندك بعد كده اسئله الاس كويستشن. طب بعد ما اخلص اسئله الاس كويستشن ديت، هتلاقي في عندك اكزام موجود على تشابتر 8. ادي مجموعه عندك اسئله من الاكزام بتبقى موجوده على كل تشابتر، يعني اكزام 46 سؤال، لا عدد معين من الاسئله بنغطي بيه افكار معينه، اكزام كامل بجزء عندك اختياري وجزء تاني مقالي موجود عند حضراتكم. طيب، في اخر الكتاب الكلام طبعا اللي انا وريته لك ده كلام هيتعمل في كل تشابتر. في اخر الكتاب ان شاء الله سبحانه وتعالى هتلاقي فيه اسئله اكزامز، 5 امتحانات موجودين بنفس نسق امتحان الثانويه العامه، 5 امتحانات محطوطين. ادي عندك بتلاقي بقى اسئله عندك بقى شامله، بقى اسئله امتحان على تشابتر 1 وعلى تشابتر 2 وعلى تشابتر 3 وعلى تشابتر عندك 4 اند سو اون بقى، و5 و6 و7، اللي هم 46 سؤال، 44 سؤال عندك اختياري وسؤالين مقالي موجودين عند حضرتك. وفي نهايه كل امتحان ورقه بابل شيت مشابهه لورقه البابل شيت في امتحان اخر السنه. ازاي تقدر تجاوب، تتعلم ازاي تحط عندك اسئلتك واجاباتك جوه البابل شيت الموجوده قدام حضرتك ديت، ودي مكان مثلا لورق الاسئله اللي هي المقاليه اللي انت هتجاوب الاجابات بتاعتك فيها. طيب، وهكذا هيتكرر الموضوع في 5 امتحانات موجودين عندك جوه الكتاب. ان شاء الله سبحانه وتعالى هنبتدي من اول الاسبوع الجاي حل الاسئله ديت زي شغل المراجعه بتاعتنا. يعني هنحل عندك اسئله المودرن فيزيكس الاول، بعد كده هنمسك الالكتريستي شابتر 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6 في 7، يعني سوري اللي هم الاربعه شابتر قويين بتوع الالكتريستي. بس هنبدا الاول ايه؟ مودرن 5 و6 و7 و8، بعدين ناخد 1 2 3 4 زي بالظبط جدول المراجعه اللي انا هبقى منزله، ثم ننتهي عندك في الاخر بحل ال5 امتحانات الموجودين في الاخر. طبعا عبال ما ال5 امتحانات دول كلهم يتحلوا، هنكون احنا ان شاء الله جوه جريده الجمهوريه هننزل 3 4 مراجعات فيهم عباره عن امتحانات شوامل على المنهج، وفيهم برضو تريكات وافكار حلوه. كل دول هاخد ال4 امتحانات اللي هكون نزلهم في الجمهوريه دول، في برضو هيبقى فيهم افكار حلوه، وهنحلهم عندك مع دول هيبقوا 9 امتحانات فيهم افكار جميله جدا جدا. ان شاء الله ربنا يسدد خطانا يا رب، تلاقي زيهم موجود في امتحان اخر السنه. ولازم برضو نشكر على كل الناس القائمين واللي ساعدونا في عمل عندك هذه التحفه الفنيه من جوه نوار اكاديمي ومن بره نوار اكاديمي، والناس اللي ساعدونا من وزاره التربيه والتعليم. وربنا يا رب يوفق الجميع ان شاء الله الى ما فيه الخير عندك ليكم، والسلام عليكم.